لمّا جات لي في الجلسات ابتدينا نشتغل على الأفكار الخاصة بإن أنا إزاي أعرف أتعامل مع الغُربة، وإن أنا إزاي أعرف أتعامل مع الوحدة. هنحكي أول قصة لواحدة هي كانت مهاجرة لدولة من دول المهجر، اللي هي زي دول كندا وأمريكا وأستراليا والحاجات دي كلّها. في البداية كان عندها حماسة كبيرة جدًا للحاجة اللي هي داخلة عليها وللمجتمع اللي هي داخلة فيه، ولكن لمّا وصلت ولقيت إن المجتمع مختلف تمامًا عن الحاجات اللي هي كانت متعودة عليها، وصلت لمرحلة من الصدمة الثقافية اللي إحنا كنا لسه بنتكلم فيها من شوية. حست إن كل حاجة مختلفة، غير إن البلد مختلفة، اللغة مختلفة، الثقافة مختلفة، العادات والتقاليد مختلفة، الحاجات اللي الناس بيعملوها مختلفة تمامًا عن الحاجات اللي هي كانت جاية بيها وبتعملها، فده خلاها إن هي مش عارفة تتأقلم بسهولة مع الوضع الجديد اللي هي بقت فيه. غير اللغة كمان كانت مختلفة، وكانت برضه ممارسة اللغة غير تعليم اللغة، يعني إن أنا أمارس اللغة زي ما أنا باكلمكم كده ده بياخد وقت ومجهود كبير، وخصوصًا كمان لو أنا حد كبير، غير لمّا أنا باتعلم لغة. ممارسة اللغة في المواقف في الشارع مع الناس شيء، وتعليم اللغة في الكتب بيبقى شيء تاني خالص. فكل ده خلاها إن هي تحس بحزن كبير جدًا وعميق جدًا جواها، لإن هي حاسة إن هي ما بقتش قادرة تتأقلم زي ما هي كانت متوقعة. لكن ساعتها هي قررت إن هي الغُربة كان باختيارها، أنا اللي قررت وأنا اللي كنت عايزة فعليًا إن أنا أخش في حاجة زي كده، فأنا محتاجة إن أنا أتعلم إن أنا إزاي أعرف أتأقلم، فهاعمل إيه؟ دَوّرت وبقت بتشوف إنها تدخّل نفسها في مجموعات دعم جديدة، دَوّرت وبدأت إن هي تشوف إن أتعلم اللغة بشكل أفضل، أمارس اللغة بشكل أكبر، أحاول إن أنا أدخل وأشوف ثقافة الناس ديّة إيه، من غير ما أأثّر على الثقافة الخاصة بتاعتي. لقيت إن في حاجات هي قادرة تعملها لوحدها، وحاجات تانية هي ممكن ما تقدرش إن هي تعملها، فقررت إن هي تستعين بخدمة علاج نفسي متخصص. وهنا كانت المشكلة إن أغلب المعالجين النفسيين اللي موجودين مش بيتكلموا بنفس لغتها، فده كان مأثّر عليها جدًا، فقررت إن هي تلجأ لجلسات العلاج النفسي الأونلاين مع حد يكون متخصص وفاهم نفس اللغة بتاعتها ومن نفس ثقافتها، فده سهّل عليها كتير عملية التواصل. لمّا جات لي في الجلسات ابتدينا نشتغل على الأفكار الخاصة بإن أنا إزاي أعرف أتعامل مع الغُربة، وإن أنا إزاي أعرف أتعامل مع الوحدة، وإن ده كان شيء باختياري أنا اللي اخترته، فده تحدي كبير هياخد مني شوية وقت لحد ما أنا أقدر إن أنا أتأقلم عليه. فابتدينا نتكلم إن التكيُّف مش حاجة سهلة، وإن التكيُّف هياخد مني شيء من الوقت ومن المجهود لحد ما أنا أبدأ إن أندمج مع الناس. التكيُّف هييجي لمّا أنا أبدأ أقبل الناس بثقافاتها المختلفة بدون ما أغيّر من هويتي وثقافتي مخصوص علشانهم. ابتدت في جلسات العلاج النفسي إن هي تتعلم إن هي إزاي تعرف تفهم نفسها أكتر، إزاي نتعلم مهارات ليها علاقة بإن أنا إزاي أعرف أقلل من ضغوطي اليومية وقلقي وخوفي من إن أنا إزاي أعرف أندمج في المجتمع الجديد اللي أنا فيه. فاشتغلنا على الصدمة الثقافية وكل الأفكار بتاعتها بمهارات العلاج المعرفي السلوكي، اشتغلنا على فكرة الشعور بالهوية المهددة، إزاي إن أنا أعرف أتقبل الناس اللي حواليا، وخصوصا كمان إن أنا بثقافة مختلفة، وما احاولش إن أنا أغير من نفسي مخصوص علشانهم. زي ما أنا عايزة أقبل الناس أو الناس تحديدا حواليا عايزيني إن أنا أقبلهم، لازم هم كمان برضو يقبلوني ويقبلوا ثقافتي ومعتقداتي وعاداتي وديني زي ما هو. أنا هحترمهم ولكن هم كمان برضو يحترموني، وده باستخدام العلاج الخاص بالعلاج بالتقبل والالتزام. وابتدينا نحاول إن احنا نشتغل على فكرة إن إزاي ندخل في بيئات داعمة زي مثلا الجالية العربية في البلد اللي أنا فيها، أو زي مثلا جالية الدولة اللي أنا جاية منها في البلد اللي أنا فيها، أو أشوف أي جروبس مثلا على السوشيال ميديا على الفيسبوك مثلا، أو أي حد يكون بيتكلم وموجود في نفس البلد اللي أنا فيها وليه تأثير على السوشيال ميديا، أحاول أن أنا أتابعه أو أحضر الإيفنتات اللي موجودة فيها، بحيث إن أنا ما انعزلش تماما عن الثقافة بتاعتي، لا يبقى في ناس من نفس ثقافتي أنا برضو بتواصل معاهم غير الناس اللي من ثقافات مختلفة اللي أنا جاية عليها. فأول نصيحة هنطلع منها من القصة دي إن صحتك النفسية هي مش رفاهية، وإذا كانت الغربة بتعمل تحديات نفسية كبيرة، فصحتك النفسية في الوقت ده مش حاجة رفاهية. فأنا محتاج ومحتاجة إن أنا فعلا أدور على خدمة متخصصة لو أنا مش قادر إن أتأقلم على أفكار الغربة دي وأنا مهاجر أو وأنا مغترب.